السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد ووصفة جديدة ان شاء الله. اليوم غادي نشارك معكم حلوى من السمن الجميل، حلوة المشعكة او المريشة، ما عرفتش كيفاش كتسميوها في المنطقة ديالكم. بصح هاد الحلوى البنات غزالة اقتصادية والمذاق ديالها بنين بزاف بزاف. كتفكرنا في الطفولة وفي ايام زمان. فنتمنى الفيديو ديال اليوم ينال اعجابكم. خليكم مع المكونات والطريقة. غادي نحتاجو 250 غرام من الزبده تكون درجه حراره المطبخ، ضفت ليها رشيشه ديال الملح، وعندي هنايا واحد زلافه من السكر حبيبات، جوج ساشيات من سكر الفانيلا. صافي كنخدم الزبده مع هاد المكونات مزيان مزيان حتى كيندمجوا، وغادي نضيف ليهم زلافه من الزيت النباتيه بهذا الشكل هذا. كنخدمها مزيان مزيان حتى كتولي ليا يعني هكا بحال الكريمه. ضروري البنات تتبعوا الفيديو حتى الاخر، لانه هاد الحلوى الطريقه ديالها مختلفه تماما على جميع الحلويات خدمتها بشكل. فخصكم تتبعوا الفيديو حتى الاخير باش هكايا تنجح معكم ان شاء الله. وهاد الحلوى راه صراحه ناجحه 100%، يعني ما فيهاش تعقيدات كثيره، غير الطريقه ديال الخدمه مختلفه. صافي هنا بعد ما خدمت المكونات مزيان ضفت ليهم زلافه من جوز الهند بهذا الشكل هذا. كنولي نخدمهم، عاد غادي نبدا نضيف الدقيق. عندي كيلو و200 غرام، ضفت ليها واحد الخميره من فئه 16 غرام. بالنسبه للدقيق كما قلت لكم عندي كيلو و200 غرام. شفتوني راني ما ضفتوش كامل، خليت واحد الكميه. صافي هنا كنجمع العجين بهذا الشكل هذا. عاد غادي نبدا ناخذ هذاك الدقيق اللي خليت شويه بشويه كنضيفه بهذه الطريقه هذه البنات. وهنا غادي نبداو بحال كنكسكسو هاد العجينه. غادي نبقاو نرشوا الدقيق شويه بشويه وحنا كنخدموا، وكنحاولوا يعني يجينا داك الخليط مفتت بحال الكسكسو. نتوما غادي تشوفوا معايا كيفاش غادي يخرجنا في الاخر. فانا خدات ليا 100 كيلو و200 غرام. يعني ممكن تاخذ لكم كيلو و150 حتى الكيلو 250. صافي هنا كما شفتوا كنضيف الدقيق شويه بشويه وانا كنخدم. حنا العجينه خاصها تولي لنا هكاك مكسكسه ولكن كتجمع في نفس الوقت. نتوما غادي تشوفوا معايا كيفاش. صافي هنا كما شفتوا كنحاول كندخل ليها داك الدقيق بهذا الشكل هذا. كنرش غير شويه بشويه الدقيق وانا كنخدم. صافي هنا يا بنات كما شفتوا غادي كنجربوها هكا مره مره. هنا جاني مازال خاصها واحد شويه، غادي نزيدها غير شويه. غنعاود ندخل فيها الدقيق هذا صافي وغادي نحبس، لانه صافي راه وصلت للقوام اللي بغيتو. شوفوا معايا كيفاش كتكون. صافي هنايا راه وصلت ليا القوام اللي بغيت، يعني هي هذيك كتجمع وفي نفس الوقت البنات مفته بهذا الشكل هذا. هذه هي النتيجه اللي بغينا. شوفوا معايا البنات ملي كنضغط عليها راه كتجمع. صافي هنايا غادي ندوزو نبداو ان شاء الله نشكلوها. حتى الطريقه ديالها راه ساهله بزاف بزاف. صافي هنا كما كتشوفوا البنات كناخذ كميه من العجين كنحطها فوق سطح العمل يكون نقي من طبيعه الحال. صافي هنايا كنحط واحد الكميه بهكايا وكنعمل واحد بحال الحربول بهذا الشكل هذا، وكنبدا نضغط عليها. كنضغطوا عليها مزيان مزيان بالطريقه هذه وحنا كنجمعوها. بالنسبه للسمك ديال الحلوى نتوما اللي كتحكموا فيها. انا كتعجبني غليظه شويه، كتعجبني يعني بهذا القياس هذا. كيكون فايته شويه الاصبع ديالي، يعني تكون فيها تقريبا واحد سنتيم هكاك ديال سنتيم حتى سنتيم ونص. صافي هنا البنات كيما شفتوا كنضغط عليها مزيان مزيان. شوفوا معايا شحال فايته الاصبع ديالي، غير شويه. صافي غادي ناخذ واحد الفرشيط بعد ما كنضغطوا عليها مزيان. ضروري تاكدوا من القضيه باش هكا ملي كتقطعوها كتقطع لكم بكل سهوله. صافي هنا كناخذ فرشيط وكنشعكوها بالطريقه هذه. راه هادشي علاش سميتها المشعكه ولا المريشه، المهم هذه السميه ديالها. صافي هنا البنات كنشعكوها مزيان مزيان بالفرشيط، وكناخذ واحد الكاس وكنبداو نقطعوها على شكل هلال. ممكن تقطعوها البنات بقطعه دائريه، نتوما كيبقى لكم الاختيار، ولكن هذه هي
هذه هي الاصليه، كتكون هكا على شكل هلال. صافي هنا البنات كما شفتوا خديت الكاس وقطعت، زولت هذاك الاول وعاد كنقطعو على هذا الشكل هذا. شفتوا معايا البنات كيفاش كتجي، راه هكاياك صراحه المنظر ديالها غزال غزال. كما قلت لكم البنات نتوما كتحكموا في القياس ديال الحلوى، ممكن تغلطوها ترقوها، يعني نتوما والشكل كيفاش كتبغيوها تجي. صافي هنايا غادي نسالي الكميه اللي عندي بنفس الطريقه، كنولي نجمع داك العجين اللي كيبقى لي دوك اللي كيبقى، وكنولي نعاود. قديتها في لاطه البنات ودخلتها الفران المسخن من قبل على 180 درجه، شاعل من الفوق ومن التحت حتى كتاخذ لينا هاد اللون هذا. ما كتاخذش بزاف ديال الوقت، تقريبا واحد 15 دقيقه حتى ل 20 على حسب الفرن اللي عندكم. وكتكون معنا بهذا الشكل هذا، ما كنخليوهاش تحمر بزاف بزاف. وهذه هي الحلوه ديالنا. نتمنى تكون نالت اعجابكم، وما تنساوش الى عجبكم الفيديو بارطاجيو مع ناسكم وصحابكم باش تعم فائده. وبالنسبه للناس اللي كتزوروا قناتي لاول مره، نتمنى تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد، ونتلاقاو في وصفات جديده ان شاء الله. السلام عليكم.